القصة ديالنا بدات في واحد الدربة ليلة العيد الكبير. كان واحد الشاب طايش كيعجبو يخلع الصغار والكبار. هاد العام ما بغاش يلبس غير اي جلد، مشى عند واحد الجزار وشرى من عنده جلود ديال الماعز جاب لي كحل ريحتهم غريبة وباقي فيهم عطر الدم. صحابو قالوا ليه هاد الجلود ريحتهم ما هياش، بلاش منهم. هو ضحك وقال لهم الليلة غنوريكم بوجلود الحقيقي. لبس دوك الجلود وربطهم مزيان على لحمه وخرج للزنقة. في البداية كان كيغوت ويجري مورا الدراري، ولكن مع نص الليل الجو تبدل. بدا كيحس بسخونية في شي اللي كطلع مع يديه ورجليه. الجلد بدا كيتزير عليه بحال الا كيتجمع. بغى يحيد القناع ديال الماعز باش يتنفس، لقى القناع لاصق ليه مع وجهه. حاول يغوت باش يطلب المساعدة، ولكن الصوت اللي خارج من حلقه ما كانش الصوت ديال بنادم، كان الصوت ديال الماعز غليظ وكيخلع. بدا كيشوف ايديه كيتحولوا، الصباع ما بقاوش كيتطواو، ولات عندهم قشرة قاصحة بحال الحوافر، وبدا كيجري على 4 الرجلين، والسرعة ديالو ولات غير طبيعية. طلع فوق السطوحة والناس كيشوفوا فيه وكيغوتوا هذا ماشي بوجلود، هذا جن. واحد من صحابو تبعو حتى لواحد القنت وحاول يجر ليه الجلد من ظهره، ولكن غوت واحد الغوته خلات الدربه كامله تفيق. وشاف صاحبو باللي الجلد نبت فيه الشعر وسال منه الدم بحال الجلد البراني ولا هو اللحم الدخلاني. فاش طلع الصباح ما لقاو لا الدري لا الجلود، لقاو غير شي حوايج مقطعين في البلاصه فين كان واقف، واثار الحوافر غارقه في العتبه ديال باب الدار. من داك النهار الناس في ديك الدربه ما بقاوش كيلبسوا جلود الماعز الكحل، وكيقولوا باللي ليلة بوجلود من كل عام كيبان واحد الخيال في السطوحه، نصو بنادم ونصو حيوان، كيبكي بصوت كيشبه الغوات المعزي المذبوح.